كل واحد بلده غالية عليه ومتعصب بحب بلده. يا جماعة دي حاجة مش هنختلف عليها. المصري بيحب بلده، الإماراتي بيحب بلده، السعودي بيحب بلده، المغربي بيحب بلده، التونسي، الأردني، الجزائري، الكويتي، القطري، كله بيحب بلده. بس ما تجيش على بلد حد. يعني ايه؟ ما تفضلش انت تتعالى على اخوك اللي هو المسلم او العربي او تفضل تقول له انا عشان لو انت اتعاليت على حد ما هو اكيد هيتعالى عليك. اكيد. ولما نيجي نتكلم هنتعالى بقى ونخش في المرحلة دي، يبقى احنا عرفنا ايه نتفرق من بعض، يبقى احنا اختلفنا مع بعض. أنا عملت فيديو امبارح بتكلم فيه على الامارات وبتاع. يا جماعة انا ما قلتش حاجة غلط. هو موضوع الكفالة ده على موضوع في الدول العربية كلها. موضوع الكفالة على جميع الدول العربية. ومتى انت دلوقتي اما انا بقول لك انت راضي تروح تقعد على الكفالة، خلاص. فين الغلط؟ فين الغلط؟ الناس بعتلي تقول لي انت مش عارف انت مين، انت غلطان، انت بتكره الناس فينا. انا عملت حاجة يا عم الحاج؟ انا بقول بلدي مصر غالي عليا، وقاعد في بلدي، وبحب بلدي، وما بقللش من بلد حد. انا قاعد في بلدي وشغال في بلدي وعايش في بلدي واموت في بلدي واموت في ده بلدي. واخد لي بالك؟ انا البلد اللي لماني ولما عيالي ولما دنيتي ولما المصريين هفديها بدمي. واخد لي بالك؟ هتفضل تيجي تقول لي ايه اصل انت، واخد لي بالك انت مش عارف القصة كلها اللي انت يا مصريين انتوا متعصبين، انتوا شايفين نفسكم ايه، هو انتوا احسن مننا في ايه، انتوا مين يا طعمية يا بامية يا ملوخية. انت عبيط يابا؟ انت عبيط؟ لا مش عبيط. انت مش عبيط اصلا. ما تتدخلش في بلد غيرك. انا دلوقتي بلدي، ما جبتش سيرة بلدك في حاجة. وبيقول لك انت هتسافر على كفالة، روح. روح يابا وربنا يكرمك وربنا يزيدك. بس انا بقول لك ده رأيي، ما تحجرش عليه. ما تقوليش اصل احنا اللي صرفنا عليكم وانتم مش لاقيين تاكلوا. لا، انت ما تعرفش توكلنا وما تعرفش تشربنا. احنا 120 مليون، الفطار بتاعنا ميزانية بلدك. هتيجي تقول لي بس يا مش عارف. ايوه ده حبيبي، ده حقيقي. وانت لو بتصرف على مصر او انت بتديني بقى لله، مفيش الكلام ده. انت ما تقدرش تصرف عليا. كفي نفسك انت بس. كفي نفسك وشوف دنيتك اهم حاجة. واخد لي بالك انت؟ لكن انت تفضل تتكلم ويا طعمية ويا مصريين احنا احسن منكم، انتوا مش عارف ايه. لا. النادي الاهلي عندنا، النادي الاهلي اقدم من دول كتيرة عندكم. ما تخلينا ساكتين بقى ما نتكلمش. بقول لك كل واحد بلده غالي عليه. النادي الاهلي 115 سنة 112 سنة اقدم من دول. يابا انت متخيل نادي اقدم من دول؟ انت متخيل ايه؟ كل واحد جاي مصر اللي هي لما سوداني عنده حرب جه مصر، يمني عنده حرب جه مصر، سوري عنده حرب جه مصر، عراق عنده حرب جه مصر، كويتي عنده حرب جه مصر. لكن مصر عندها حرب ما راحتش لحد. عدوان ثلاثي مشي، صليبيين مشيوا، مغول خدوا على عينيهم، صليبيين خدوا على عينيهم. تفضل تقول لي انت مش عارف انا حرقك ليه؟ انا حرق انت محروق مني ليه؟ عشان انا احسن منك؟ اصل احنا معانا فلوس وانتوا معكوش. احنا معانا ربنا ومعانا قوتنا. وقوة فلوس من غير ناس والله ما ليها عازة يا ابني، والله ما ليها عازة، اقسم بالله ما ليها عازة ولا ليها اي بلوى. هتبدأ تقول انت بتتكلم الكلام ده كله ليه؟ عشان مصر كبيرة قوي. وعيب، عيب لما تفضل تقول لي انا بديك انا بديك. ارجع بالتاريخ وشوف مصر كانت بتصرف على الكل. شوف الملك فاروق كان بييجوا يبوسوا ايده. شوف ما ارجع يا عم بالتاريخ، مش بعيد والله التاريخ ما بعيد. ده بكلمك في 70 سنة مثلا، ما كملتش 100 سنة من القرن الأولاني. أنت مين؟ أنت فين؟ أنت ليه؟ أنت مين؟